في اختراعات لما ظهرت لأول مرة كانت مبهرة جدا، لكن بعض الأفكار رغم إنها كانت ممكنة من الناحية العلمية احتاجت سنين طويلة قبل ما تتحول لحاجة يقدر الناس يستخدموها فعلا. وده لأن الفكرة لوحدها ما كانتش كفاية، وده كان واضح جدا في قصة الطاقة اللاسلكية. النهاردة الموضوع بسيط بالنسبة لنا، تحط الموبايل على قاعدة صغيرة وتسيبه يشحن من غير ما تدخل سلك في الموبايل نفسه. لكن الفكرة الأساسية اللي ورا ده قديمة جدا، وبدأت قبل ظهور الموبايلات بوقت طويل. طيب ليه احتاجت فكرة زي دي كل السنين دي علشان تتحول من فكرة علمية لحاجة بنستخدمها بشكل عادي؟ فرق كبير بين انك تعرف ان الحاجة دي ممكن تحصل وانك تعرف تعمل منها حاجة مفيدة. في القرن التسعتاشر العلماء كانوا بدأوا يفهموا العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية بشكل أعمق، ومن أهم الاكتشافات في الفترة دي الإلكترومagnetic إندكشن أو الحث الكهرومغناطيسي. والمعنى ببساطة إن لما المجال المغناطيسي يتغير حوالين موصل ده ممكن يتولد فيه تيار كهربي. يعني ممكن يكون عندك ملف فيه كهرباء وملف تاني قريب منه من غير ما يكونوا متوصلين بسلك، ومع التغيير المناسب في المجال المغناطيسي بيحصل تأثير كهربي في الملف التاني. الفكرة دي كانت مهمة جدا لأنها بينت إن انتقال التأثير الكهربائي مش لازم يكون عن طريق سلك في كل الحالات. طيب هل ممكن ننقل الطاقة نفسها من مكان لمكان من غير توصيل مباشر؟ مع نهاية القرن التسعتاشر بدأ المخترعون والعلماء يشتغلوا على السؤال ده بطرق مختلفة، وكان من أشهرهم نيكولا تسلا. تسلا كان مهتم جدا باستخدام الكهرباء والمجالات الكهرومغناطيسية بطرق تتجاوز الشبكات التقليدية، واشتغل على تجارب لنقل الطاقة لاسلكيا. لكن مهم نفهم حاجة، الفكرة وقتها كانت أوسع بكتير من شحن موبايل. احنا النهاردة بنتكلم عن جهاز صغير ومسافة صغيرة وطاقة محدودة، لكن نقل الطاقة لمسافات كبيرة كان تحدي مختلف تماما. لأن المشكلة الأساسية في نقل الطاقة لاسلكيا هي إن الطاقة مش بتنتقل بنفس الكفاءة مهما زادت المسافة. لما يكون عندك مصدر للطاقة وملف تاني قريب منه ممكن المجال المغناطيسي الناتج من الأول يأثر على التاني، لكن كل ما تبعد الملفين عن بعض العلاقة بينهم بتضعف، وده معناه إن جزء أقل من الطاقة بيوصل للجهة التانية. فالمشكلة ما كانتش هل نقدر ننقل طاقة من غير سلك، لكن المشكلة الأصعب كانت في قد إيه نقدر ننقل ولأي مسافة وبكفاءة قد إيه. وده فرق مهم جدا، لأنك ممكن تثبت في المعمل إن مبدأ معين شغال، لكن لما تحاول تستخدمه في الحياة اليومية هتلاقي إن الموضوع محتاج حجم أكبر أو طاقة أكبر أو تكلفة أعلى، أو إن كمية الطاقة اللي بتوصل بتكون قليلة جدا. ومن هنا بتبدأ مرحلة تانية خالص من القصة، مرحلة الهندسة. ولما بنقول الهندسة هنا احنا مش بنتكلم عن تركيب جهاز وخلاص. المهندس لازم ياخد الفكرة العلمية ويسأل ازاي يخليها تشتغل بشكل ثابت، ازاي اقلل الطاقة اللي بتضيع، وازاي اصغر حجم الجهاز واخليه آمن، وازاي اخليه ما يسخنش زيادة، وازاي اقدر اخليه يشتغل كل مرة بنفس الكفاءة تقريبا. ودي اسئلة احيانا بتكون اصعب من السؤال الاساسي، لان الطبيعة ممكن تسمح لك بحاجة، لكن تحويلها لمنتج صغير آمن ورخيص ويشتغل كل يوم من غير مشاكل فده موضوع تاني. وده بالضبط اللي حصل مع الشحن اللاسلكي الحديث. جوه قاعدة الشحن فيه ملف من السلك، ولما التيار الكهربائي المتغير بيعدي في الملف بيتكون حواليه مجال مغناطيسي متغير. جوه الموبايل فيه ملف تاني، ولما الموبايل يتحط قريب من القاعدة المجال المغناطيسي المتغير بيأثر على الملف اللي موجود جواه وبيتولد فيه تيار كهربي، والتيار ده بينتظم بعد كده بالطريقة المناسبة علشان البطارية تقدر تتشحن. بمعنى أبسط، الكهرباء بتدخل في القاعدة وتعمل مجال مغناطيسي، والمجال ده بينقل الطاقة للملف اللي موجود في الموبايل، والطاقة تتحول مرة تانية لكهرباء تستخدم في شحن البطارية. يعني مفيش سلك بين الجزئين، لكن في مجال مغناطيسي هو اللي بيعمل حلقة الوصل بينهم. طب ليه ما نعملش نفس الفكرة لمسافة أكبر؟ هنا هنرجع لنفس المشكلة، المسافة. الشحن بالحث الكهرومغناطيسي بيشتغل بشكل أفضل لما الملفين يكونوا قريبين جدا ويكونوا مترتبين بشكل مناسب. كل ما المسافة زادت بتقل كمية الطاقة اللي ممكن تنتقل بكفاءة. وعشان كده الحل العملي كان مش إننا نحاول نخلي الموبايل يشحن من على بعد أمتار، الحل كان إننا نقرب مصدر الطاقة من الجهاز لأقصى درجة، قاعدة صغيرة وموبايل يتحط فوقيها مباشرة. ده كان كفاية جدا، لأن الهدف الحقيقي مش إننا نحقق أكبر صورة ممكنة من الفكرة، الهدف إن احنا نحل مشكلة موجودة فعلا. والسؤال هنا اتغير من إزاي ننقل الطاقة لمسافات كبيرة من غير أسلاك لإزاي أشحن جهاز صغير من غير ما أوصل فيه سلك كل مرة. وده درس مهم جدا في التكنولوجيا. الفكرة الكبيرة مش لازم تظهر في النهاية بنفس الشكل اللي بدأت بيه. أحيانا بنبدأ بحاجة طموحة جدا وبعد كده بنكتشف إن استخدامها بشكل أصغر هيكون أسهل وأهم، فنقلل المسافة ونحدد كمية الطاقة ونصغر الجهاز ونركز على استخدام واحد بس، وفجأة الفكرة اللي كانت صعبة جدا في شكلها الكبير هتبقى عملية أكتر في شكل أصغر.
وده مش معناه إن إحنا فشلنا في تحقيق الفكرة الأصلية، لكن إحنا قدرنا نتوصل للجزء اللي ينفع. بس حتى لو التكنولوجيا اشتغلت ده مش معناه إن المنتج هينجح. يعني تخيل قاعدة شحن ممتازة جدا بس سعرها غالي، أو قاعدة رخيصة جدا لكن شحنها بطيء، أو جهاز بيشتغل كويس لكن كل شركة بتستخدم طريقة مختلفة، والجهاز ما بيشتغلش إلا مع قاعدة معينة. هنا بقى بتظهر أهمية الستاندردز أو المعايير. المعيار ببساطة هو اتفاق على قواعد معينة تخلي الأجهزة المختلفة تقدر تتعامل مع بعضها بطريقة متوقعة. وده حصل في الشحن اللاسلكي مع تطور معايير زي الQI. وجود معيار مش هو اللي اخترع الفكرة، لكنه ساعد في تحويلها من تجارب وتقنيات مختلفة لمنظومة يقدر المصنعون والمستخدمون إن هم يعتمدوا عليها. وده مثال واضح إن انتشار التكنولوجيا أحيانا محتاج أكتر من اكتشاف علمي، محتاج ناس تتفق على طريقة واحدة للتنفيذ. لكن المهم نعرف هل الناس أصلا محتاجة المنتج، وده جزء ناس كتير بتنساه لما تحكي عن الاختراعات. العلم ممكن يقولك إن الحاجة ممكنة، والهندسة ممكن تحدد لك إن هي قابلة للتنفيذ أو لأ، لكن الوضع مع السوق مختلف. العميل هيقولك هو أنا ليه هشتريها؟ وفي الشحن اللاسلكي الإجابة كانت بسيطة جدا: الراحة. مش لازم كل مرة تدور على السلك، ومش لازم كل مرة تدخل السلك في الموبايل وتطلعه، ومش كل مرة تحط الجهاز في مكانه وخلاص. الميزة هنا مش ثورية بالمعنى اللي ممكن نتخيله، هي مجرد حاجة صغيرة بتوفر مجهود بسيط، لكن لما الحاجة دي تتكرر كل يوم الراحة بيبقى ليها قيمة، وساعتها المنتج هيبقى له معنى بالنسبة للمستخدم. ومن هنا نقدر نفهم ليه بعض الأفكار بتتأخر سنين طويلة قبل ما تنتشر. مش شرط عشان تكون المشكلة في الفكرة، ممكن تكون التكنولوجيا مطلوبة بس لسه غالية، ممكن تكون المكونات كبيرة، أو الكفاءة ضعيفة، أو التصنيع صعب. مفيش معيار موحد، أو ببساطة مفيش وقتها استخدام واضح يخلي الناس تدفع المقابل ده. وبعد فترة كل حاجة بتبدأ تتغير، الإلكترونيات بتصغر والمكونات بتتحسن والتصنيع بيبقى أدق والتكلفة بتقل، والسوق بيبدأ يستوعب الاستخدام. وساعتها نفس المبدأ العلمي اللي كان موجود من زمان هيلاقي طريقة أخيرا للحياة اليومية. وده يخلينا نبص للاختراع بطريقة مختلفة. الاختراع مش دايما لحظة واحدة، مش لازم يكون في شخص واحد عمل كل حاجة وبعدها العالم كله استخدمه. في أغلب الحالات الموضوع بيكون سلسلة طويلة، اكتشاف علمي بيفتح باب، تيجي بعده تجارب ومشاكل تظهر ومهندسين يحاولوا يحلوها، وتقنيات جديدة تظهر ومكونات تتحسن وشركات تطور المنتجات ومعايير تتوحد وتكلفة تنخفض. وفي مرحلة معينة كل الحاجات دي بتتجمع مع بعض في منتج واحد بسيط. لكن الطريق لغاية النتيجة دي ما كانش سهل، وعشان كده لما نحط الموبايل على قاعدة الشحن احنا مش بنستخدم اختراع واحد، احنا بنستخدم تراكم طويل من العلم والهندسة والتصنيع والتجارة. الجزء اللي بنشوفه بسيط جدا: موبايل وقاعدة وبطارية بتشحن، لكن وراه فكرة بدأت من فهم العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية، وبعدها سؤال عن إمكانية نقل الطاقة، ومحاولات كتير عشان نخلي النقل ده عملي. وفي النهاية وصلنا لحل صغير جدا لمشكلة صغيرة جدا. وده يمكن أهم درس في القصة كلها: مش كل فكرة صحيحة علميا بتنجح فورا، في أفكار بتكون سابقة لوقتها، تفضل موجودة وتدخل عليها تحسينات وتستنى لحد ما التكنولوجيا والتكلفة والاستخدام المناسب يتجمعوا في نفس الوقت. وساعتها الفكرة ما بتبقاش مجرد احتمال علمي، بتبقى حاجة موجودة في حياتنا فعلا. وده الفرق بين انك تعرف ان حاجة ممكنة وانك تقدر تخليها مفيدة. واحيانا المسافة بين الاتنين بتكون اكبر بكتير مما نتخيل.